شغّل برضه الscreen. I think إن أنتم كده الscreen ظاهرة تمام. تمام يا هندسة. جميل. زي ما كنا منزّلين قايلين إن هيبقى في أكتر من link أو في أكتر من website هنتكلّم عنّهم. فهو كان في حوالي 8 websites طبعًا من ضمنهم كان LinkedIn وAngela.co، بس اللي هنتكلّم عنّهم النهارده هم أول 4 أو 5 منهم حسب طبعًا الوقت بتاعنا، ولو ما لحقناش نخلّص كلّه النهارده إن شاء الله هنتناقش في الباقي في خلال الأسبوع الجاي. هنكون برضه محددين الميعاد من قبلها، لا إما جمعة لا إما سبت، فبرضه بالليل لعل وعسى يكون مناسب للناس اللي هتعرف تjoin. أول website هو get on board. get on board ده website، وطبعًا كل الwebsites اللي هنتكلم عنهم بيprovide ليك شغل remote. فأنا عن نفسي لمّا باجي أفلتر أنا الشغل بتاعي iOS، لمّا باجي أفلتر أول حاجة بافلتر فيها بيبقى iOS. مجرد ما باكتب iOS هو بيطلع لي الjobs الavailable حاليًا اللي موجودة اللي نقدر نapply عليها. في بعض الحاجات اللي زي كده هيطلب منك اللي أنت تعمل apply من خلال الويب سايت نفسه، وفي بعض الحاجات التانية هيطلب منك اللي أنت تapply من خلال onboarding نفسه. فعلى سبيل المثال مثلًا يعني ممكن نخش على حاجة زي كده. ده هنا في بعض الحاجات اللي زي كده طبعًا فممكن نعمل translate directly لحاجة زي دي عشان نبقى مريحين دماغنا من الكلام ده كله. يعني في بعض الحاجات بتبقى فيها حاجات كتير بتبقى زي كده، خصوصًا إن هي أصلًا في تشيلي مش في بلد مثلًا زي US حاجة زي كده. فتعالَ كده في هنا translate، ما فيش translate في دوّة، مش مشكلة. لو جرّبنا كده نعمل quick apply نشوف هيطلع لنا إيه. هنا طلع لنا دوّة اللي هو بيaccept ناس from Chile only، فده كده بالنسبة لنا مش هيبقى مناسب أصلًا إن إحنا نapply عليه. ممكن نجرّب نشوف حاجة تانية. كده نقفل الفلتر بتاعنا. نبُص برضه على الفلتر اللي أنا عامله عشان نبقى عارفين إيه الحاجة اللي أنا المفروض أعملها بعد كده. أنا هنا في الفلتر أنا باختار كل حاجة أنا بالنسبة لي هيبقى مناسب لو اشتغلت full time part time الcontract freelancing ما فيش مشكلة، بس أنا مش عايز internship. أحمد فتحي أنت فاتح المايك. لا يا هندسة أنا قافل. لأ مش أنت، خلاص ماشي. كان في حد فاتح، لو حد فتح المايك يا شباب يقفله طالما مش عايز يقول حاجة. شوف كده تقريبًا كله mute المفروض. جميل. الفلتر اللي أنا عامله حاليًا إن أنا محتاج كل حاجة ما عدا الinternship. ممكن تكون أنت شخص بتدوّر على internship ممكن برضه تختار دوّة أصلًا والباقي كله لأ. أنا الsalary range أنا مش حاطط salary range بالنسبة لي مش تفرق. أنا كده هاشوف بناءً أصلًا بيبقى في negotiation كده جوّه أي position. فالفلتر بالنسبة لي أنا في الأول كنت بادوّر على junior، أنا حاليًا مش محتاج إن أنا أدوّر على junior. فهو هيبقى semi senior وsenior، وممكن نشوف الexpert ده لو لقينا حاجة برضه منه. برضه ممكن نبُص هنلاقيهم بدأوا يزيدوا بناءً على الحاجة اللي إحنا بنختارها. في طبعًا بعض الweb sites بتقول لك أنت عندك الsalary هيبقى قد إيه خلال الشهر، وفي بعض الحاجات اللي زي كده ممكن ما يبقاش فيها الsalary مكتوب، فأنت برضه عشان لمّا تيجي تapply على حاجة تعرف أنا بapply على إيه. تعالوا كده ممكن نخش نشوف دي. تعالوا برضه نشوف كده. هنا دوّة ينفع نapply عادي، فهيقول لي إيه الsalary بتاعك اللي أنت محتاجه خلال الشهر. أنا يعني وأنا معاكم مثلًا ممكن نكتب أي حاجة، ممكن نكتب مثلًا إمم، نشوف هنا هو مدّينا إيه. the monthly salary أوكي. ممكن نقول له هو مش عايز يكتب. ثواني إحنا بالضبط إحنا كنا عاملينه عربي. for example هنقول له 3000. تمام.
وهنيجي بعد كده. انا بالنسبه لي انا مش فاكر السي في اللي انا كنت رافعه ده، لان انا بقالي كتير ما عملتش ابلاي ثرو الويب سايت دوت. ليه؟ طب انا ما عملتش ابلاي بقالي كتير، وفي نفس الوقت بعمل لكم برضه، بعرض لكم حاجه زي كده، لان انا بعرض لكم كل الحاجات اللي انا بعمل لها اكتف الاليرت في ان كيس ان انا عايز اخش ابلاي في اي وقت، بيجي لي الاليرتس اوريدي على الميل. كده كده يعني هخش برضه اوريكم الميل بيبقى فيه اليرتس كتير عامله ازاي، جايه لي من سواء من لينكد ان او من اي ويب سايت من دول. والله انا كده كده مش فاكر السي في بالظبط، فممكن نعمل سند. ف ذاتس ات، يعني هو ده كل اللي انت محتاج تعمله. أنا مش هكذب عليكم طبعا واعمل لكم البحر طحينه واقول لكم الدنيا جميله، وان انا كل ما ابلاي على واحده بيجي لي فيها انترفيو والكلام ده كله. لا، انا يعني انا بابلاي في اكتر، انا بابلاي يعني بابلاي في كل الويب سايتس اللي انا حاططها لكم حاليا، او اللي انا بتكلم عنها حاليا. بس اللي ممكن يترد عليا ممكن يجي لي انترفيو، هقول لكم برضو مين فيهم بالظبط اللي جالي من خلاله انترفيو، ومين اللي جالي منه مسج بالريجكشن. بس كده كده يعني من الحاجات الكويسه شويه اللي كنت قد تبدو مختلفه عننا، ان هنا بيجي لك مسج حتى لو في ريجكشن، بيجي لك اللي انت حصل لك ريجكشن، وان انت اللي هو unfortunately you won't be able to continue in the process and so on. فهي حاجه مش حلوه ومش وحشه، بس هي افضل شويه ان انت تبقى عارف السيتويشن بتاعك عامل ازاي بالشغل اللي انت عملت ابلاي عليه. فده اول ويب سايت اللي هو كان جيت اون بورد. في اي اسئله عليه اي حاجه زي كده؟ هو الويب سايت يعني حتى السلس ما فيش فيه اي حاجه، مجرد بتعمل ساين اب، لوجن، تبدا تفلتر زي ما انت عايز زي ما احنا شفنا كده. فحد ليه اي حاجه؟ تعالوا برضو نبص على البروفايل. انا هنا يعني هنا مش حاطط اي حاجه، هنا مش حاطط غير الارقام، وحاطط الجيت هاب بتاعي واللينكد ان بروفايل فقط ليس الا. وكنت حاطط له برضو ستاك اوفر فلو، وانا حتى ما عملتش ابلاي لدي او ما جددتش البروفيشنال اكسبيرينس بتاعتي. هنا بتقول له انت كنت شغال ايه قبل كده او بتعمل ايه والحاجه اللي عندك، وهنا بتقول له برضو الاديوكيشن بتاعك. ده حتى اللي انت هتحطه في البروفايل. يعني دوت من الحاجات السلسه شويه. في ويب سايت تاني كان برضو حد منزله على لينكد ان من كام يوم، وده كنت حاطه في الحسبان، هو انجيلا دوت كو دوت. يعني لا، الستبس بتاعته كتيره شويه، حتى هكريت معاكم اكونت فروم سكراتش ان شاء الله لما نوصل للويب سايت ده. لكن الحاجات اللي احنا بنتكلم عنها دي دلوقتي كلها انت ساين ان وذ جوجل، حط الداتا بتاعتك، انا كده خلصت وابدا اعمل ابلود. فده تمام ولا في حد عنده سؤال فيه اي حاجه؟ كونسيدر اللي هو تمام. هو الناس ما بتردش. في هنا والله تالنت. جميل. في هنا تالنت دوت كوم. تالنت دوت كوم ده برضو ذا سيم ايديا، زي ما قلنا كله بيتكلم عن نفس الحاجه. فانا لما باجي كالعاده لما باجي اسيرش، انا باجي اسيرش على اي حاجه فيها اي او اس. وهنا برضو حلاوه الحوار ان انا اي حاجه بيجي لي جنبيها ان هو فولي ريموت ولا ريموت. طب حد هيقول لي طب انا واحد مثلا على سبيل المثال، أنا واحد سينيور والسي في بتاعي كويس جدا والسكيلز بتاعتي كويسه وبقدم على شغل ريموت بس محدش بيرد عليا. ده يرجع لنقطتين. النقطه الاولى ان هنا ممكن تكون مشكله بسيطه، ان ممكن يكون من ضمن الديسكربشن اللي مكتوب ان هو عايز واحد يكون اوريدي، مثلا على سبيل المثال هنا ده انجلاند، يكون عايز واحد يو كي سيتيزن فيبقى قاعد اصلا هناك، او يبقى عايز حد معاه مثلا على سبيل المثال لو بتقدم في يو اس ان هو يبقى معاه الجرين كارد، عنده الافيلابيلتي ان هو يسافر في اي وقت. انا هقول لكم في الاخر على تريكايه كده انا بقيت اعملها مؤخرا لما عاوز اقدم في اي شغل ريموت، وساعات بتنفع وساعات لا، عشان برضه اكون صريح يعني. تعالوا مثلا على سبيل المثال نشوف كده ديت. هنا دي بتقول مش available. تعالوا طب نشوف حاجة تانية، نشوف حاجة زي كده سيم. نشوف برضو كل الحاجات تقريبا ديت. هنلاقي أنا فاكر إن قدمت على واحدة هنا برضو. برضو تعالوا طب نشوف الفلتر كده عشان يبقى إيه، مريحين دماغنا من الموضوع دوت. خلينا نشوف. تعال الأول نعمل حاجة حلوة، أشوف أصلا هم معترفين بإيجيبت ولا لأ. مش معترفين. تقريبا كل الحاجة اللي هنا كانت على إنجلاند، فمش مشكلة.
هنبص كده مع بعض دوت كده هنا. I think معظم الحاجات اللي هنا هنلاقيها كده، يعني أنا فاكر إن أنا قدمت على واحدة بس تقريبا قبل ما يقفلوا الموضوع ده كله. كويس إن إحنا بنبص عليها مع بعض. لا ده كده يبقى هنا تالنت دوت هيبقى لأي حد لوكيتد في يو كي، مش هينفع إن أي حد تاني يقدم في حاجة غير كده. وطبعا بلاش حد يعمل في بي ان يعني ويخش يقدم بيه، لأن كده كده برضه مش هينفع، مش هياكل معاهم يعني الكلام ده. محمود careers.epam-poland.bl. محمود ايه اللي انت بعته ده طبعا عشان نبقى عارفين. ماشي. فبالنسبة لنا تالنت كده هيكون مش في الحسبان. ماشي، ممكن برضو نبقى نبص على اللي محمود بعده. دوت زيب ريكروتر. انا ده يعني ده اللي استخدمته مؤخرا، ما كنتش بستخدمه من بدري. ده استخدمته تقريبا من حوالي شهر، وحتى الآن بقدم فيه وبفضل ابلاي على جوبس عادي خالص، مفيش أي مشكلة. هنا حاجة زي كده تقريبا أنا كنت مقدم على حاجة زي دي قبل كده. مجرد ما بكليك على ده هو بيقول لي خلاص ابلاي، وبعد كده ببدأ أقول له الديتيلز بتاعتي. فمثلا بيقول لي educational، فأنا هنا فين البكالوريوس. تمام. الفيتران دي I think إن هي الجيش. تعالى كده نميك شور. خضرا. I think إن هي related more للجيش يعني. فطالما احنا مش متأكدين منها فبقول له أنا مش عايز specify at this time. تمام. هنا في have certification relevant position. احنا ما عندناش اي سيرتيفيكت في حاجه زي كده، لان احنا حسب كل واحد، لو انت معاك سيرتيفيكت في التراك بتاعك تقدر تقدمها، لكن هنا بالنسبه لنا احنا ما عندناش اصلا اي سيرتيفيكت في اي حاجه زي كده، او انا بالنسبه لنا تحديدا يعني. فهنعمل سبميت. مفيش. هنكتب او نشوف كده الحاجه اللي موجوده ايه اصلا. في حاجه مفيش، يبقى هنا في other، في none، في اي حاجه زي كده ولا لا؟ لا مفيش. فهنقول له skip، وبعد كده هنبقى عملنا submit. ده بكل بساطة. طب تعالى برضو كده نشوف البروفايل الأول، وبعد كده نرجع لهنا تاني نشوف الموضوع ماشي إزاي. أنا هنا كنت حاطط شوية حاجات، كنت حاطط له مثلا languages، كنت حاطط له الاكسبيرينس بتاعتي عاملة إزاي، كنت حاطط الشغل بتاعي إن أنا حاليا شغال سوفت وير انجينير اسوشيت انستراكتور قبل كده، وبرضو قايل لنا كنت شغال قبل كده انستراكتور. حاطط له الإديوكيشن، حاطط له السي في، وبعد كده حاطط تحت شوية السكيلز بتوعي. جميل. ده هنا برضو بسيط جدا جدا يعني، مفيش فيه اي حاجه. ده جالي من عليه انترفيو خلال الشهر اللي فات، والباقي كله بيجي لي اللي هو unfortunately won't be able to continue. بس اللي يعني الواحد بيلعب على ايه، على اللي هي الخبطه الواحده اللي بتيجي، الانترفيو الوحيد اللي بيجي. احنا كده كده عارفين كلنا ان انا مش كل حاجه هقدم فيها هيجي لي فيها انترفيو، خصوصا في الحاجات اللي بتبقى ريموت. احنا ممكن برضو نشوف حاجه زي كده، نشوف كده هل ده هنا جاب لي على طول الويب سايت. زي ما قلنا في بعض الحاجات بتخليني ابلاي ثرو الويب سايت نفسه، وفي حاجه تانيه بتوريك على الويب سايت التاني. لا الورك داي ولسه نعمل ساين ان، مش لازم. ده هنا ريموت اوبشنال، احنا عايزين حاجه يكون فيها ريموت دايركتلي. ثاني كده نشوف الاي او اس. شكرا. ماشي تعالى كده. عندنا هنا سينيور، لا سينيور ليد برضو بعيد علينا شويه. ممكن مثلا نشوف حاجه زي كده تاني. دي اوريدي عملنا اللي هو وان كليك ابلاي، عمل ابلاي دايركتلي. في ايه تاني؟ في هنا برضو سينيور،
ممكن نشوف ديّة. ماشي، دي قد تبدو مناسبة شوية، إحنا ممكن نقدّم ونشوف، إحنا كده مش هنخسر حاجة. هنا هندّي له عادي كل الحاجة بتاعتنا. عشان هنقول له highest lead، هنقول له بكالوريوس، هنقول له technology. أوكي، قُلت برضه أكيد لازم يخلّينا نرفع الCV. راح قايل له إيه، آدي الCV بتاعنا. جميل، راح قايل له no I don't wish to connect with for marketing. شوف كده. برضه workday. هو جالي إن أنا نعمل activation للmail. تعالَ كده نرجع هنا تاني كده ونشوف. نقعد نكتب كده تاني. ماشي، أهوّة. وآجي هنا نقول له عندنا الzip code. وهنقول له مثلًا عندنا iOS lead careers technology. يالّا عندنا resume. هنعمل له كده. already have an account. فده لازم نعمل login. مش مشكلة نشوف حاجة غيره. بس عمومًا يعني ده برضه كاختصار برضه عشان ما نقعدش نعمل apply لأكتر من حاجة، هييجي لنا كده unfortunately كتير. فده بالنسبة لنا برضه من يعني الweb site ده زي ما قُلت لكم هو جالي من عليه قبل كده one interview، والباقي كله الحمد لله يعني ما شُفناش إيه غير unfortunately. بس أنا زي ما قُلت لكم إحنا الفكرة هنا إحنا بنلعب على حاجة بترُد علينا. يعني job boot ده قبل كده تقريبًا قدّمت عليه وجالي unfortunately won't be able to continue or to the process and so on. فيعني ممكن برضه ده نحطه معانا في الحسبان. في برضه cyber coders، ده ويب سايت تالت. هنا عايزين نبُص على remote available ونبدأ نشوف الموضوع هيبقى ماشي إزاي. عندنا هنا دوّة مثلًا آخر حاجة نزلت تقريبًا 21/12. تعالوا كده نجرّب نعمل إيه apply. أنا already عامل login I think. ثواني. نعمل كده apply، هو يعمل apply directly تقريبًا من غير ما يكون أي حاجة. نقول له مثلًا عندنا هنا بيrequest مننا الfilter بتاعك، اللي هو مثلًا زي كده الأسئلة اللي بتيجي لك لمّا تيجي تapply على LinkedIn، بس هنا جايبها لك بطريقة مختلفة.
نفس الكلام. to be honest أنا مش عارف، دي أول مرة تجيلي أصلا. هنسيبها none عشان ما نقولش حاجة احنا مش عارفينها. read the job description and tell me why you would be an amazing fit. ideal salary for this position. هم already كانوا حاطين أصلا salary I think. مش هنا. يعني احنا ممكن هنا نقول له مثلا في السالري. في السالري أنا ليا وجهة نظر بسيطة، يعني في بعض الناس، وبرضه ده كان وجهة نظري الشخصية، بعض الناس ممكن تختلف معايا وبعض الناس لأ. إني هنا بالنسبة لنا أنا باقول سالري عالي، والله أنا جه بالنسبة لي السالري العالي تمام، ما جاش هو كده لو أنت بتfit في الposition دوّة، فهو هيقول لك لأ إحنا الmaximum بتاعنا 3 مثلًا، فوقتها بيبقى في negotiation ما بينك وما بينهم حسب في الآخر هنقدر نوصل لإيه. دي برضه حاجة من الحاجات اللي يعني في ناس بتخاف تقول salary عالي فأترجِّك بسبب الsalary العالي. أنا ما باشوفش إن حد بيترجِّك بسبب الsalary العالي، أنا باتكلم على الشركات برّه مصر، عشان نبقى واضحين، أنا ما باتكلمش وحتى الشركات الغير عربية، عشان برضه نكون واضحين شوية مع بعض. الغير عربية هنا اللي هي مثلًا مش في الإمارات أو في السعودية أو حاجة زي كده، لإن ما أقدرش guarantee لإن زمان كان بعض الشركات اللي زي كده باapply فيها وباحط salary عالي، كان بيقول لي أنت rejected بسبب الsalary العالي، عشان برضه ما حدش يقول لي إيه، أنا عملت كذا وفي الآخر يرجّعوني بسبب الsalary. أنا باتكلم على الشركات الأجنبية، أنت لو بتقدّم في أي شركة أجنبية عادي خالص هتكتب salary عالي، هو تمام معاه الsalary ده هيقول لك تمام، مش تمام معاه هيقول لك لأ sorry إحنا الmaximum بتاعنا كذا، لو مناسب معاك تمام، مش مناسب خلاص. برضه عشان نبقى حاطين في الحسبان حاجة زي كده. كله هنا 4000 في الشهر. هنا بقى أنت ممكن تكتب يعني أي حاجة عن نَفْسك، حسب أنت حابب يعني تكتب إيه حاجة اللي هو إيه، تخلّيك كده تشدّهم شوية. أنا كان في تقريبًا cover letter أنا كنت كاتبها قبل كده، ثواني أشوف كده هي موجودة والّا لأ. يعني ممكن دوّة ممكن ما يكونش أفضل حاجة اللي هي تتحط هنا، بس أنا هنا دي اللي أنا باقول لكم عليها اللي أنا حاططها شوية، يعني دي بدأت تفرق معايا في شوية يعني في الapplications، إن في بعض الناس بياخدوا دي بالاعتبار، إن أنا هنا باقول لهم إن أنا أقدر أسافر upon request، لكن في نفس الوقت مش هافضل أقعد هناك فترة كبيرة، لإن أنا في الآخر باسافر كtourist مش باسافر إن أنا معايا citizenship أو معايا الgreen card، فدي بتفرق شوية، اللي أنت في نفس الوقت أنت honest معاهم، أنت ما كذبتش على حد، وat the same time أنت بتعرّفهم إن أنت في availability للسفر. بس وكده لمّا بتخش شركة بيبقى يعني الحاجات دي شوية، بس يعني لو الشركة في أمريكا ممكن ما تقولش دي أوي دلوقتي، لإن السفر لأمريكا تقريبًا برضه ده اللي أعرفه، حتى كسياحة بتتطلب منك أنت يبقى عندك $10,000 في حسابك في البنك، فيعني برضه دي ما تقولهاش في شركة في أمريكا، ممكن تقولها في أي شركة في أي مكان تاني أجنبي، تبقى عارف الrequirements بتاعة الفيزا بتاعة السياحة بتاعته عاملة إزاي. جميل؟ عشان برضه نبقى عاملين حسابنا على حاجة زي كده. فإحنا ممكن نشوف كده نعمل finish كده بالنسبة لنا. إمم، جميل. تعالَ كده نشوف الprofile. تمام، هنا دي الحاجة اللي أنا كنت حاططها لهم كexperience، أنا فعلًا بقى لي كتير ما دخلتش هنا، فممكن برضه إيه نعمل كده، يالّا update information. تقريبًا 7، 8، 9 تقريبًا، 7، 9، 8. ما فيش أي حاجة هنا، في الwork experience. هنا بتبدأ تقول له أنا إيه مثلًا إيه اللي عندي، يعني مثلًا just looking need a change laid off، بتدوّر على شغل بقى لك فترة.
هنا نقول له الكومبنسيشن، فانت بتختار انت عايزه بالسنه ولا عايزه بالاور. هنا ده الحاجه اللي انا كاتب فيها الاماكن اللي انا كنت شغال فيها قبل كده. انا بضيف كل حاجه حتى مهما كانت الحاجه دي بسيطه. بتفرق ليه؟ يعني على سبيل المثال iOS technical writer دي انا لما ضفتها انا جالي technical interview في شركه في المانيا. الشغل كان ريموتلي لسينيور تكنيكال رايتر، بسبب ان انا ضايف حاجه زي كده عندي في السي في او بحطها عندي في لينكد ان. كان الموضوع ده بيبقى حاصل يعني اوريدي، ده انترفيو حصل معايا، ودخلت عادي مع ناس في المانيا وعملت الانترفيو والكلام ده كله. ده بسبب ان انا حاطط حاجه زي كده قد تبدو بسيطه لكن هي بتفرق شويه. فهنا احنا ممكن نضيف لهم حاجه تانية. ممكن في تحت تقريبا ان انا اضيف شغل حاجه زي كده. نقول لهم تأثير، نقول لهم iOS lead، نقول لهم اللي احنا اشتغلنا 2022 شهر 4. عايز نقول له ندي current this is my yes. نجرب كده بس كده. ممكن بقى تحط طبعا description، يعني يفضل كده كانت الديسكريبشن اللي تحطه يكون 2 or 3 lines بتسكرايب انت بتعمل ايه او الرول بتاعك ايه تحديدا في الشركه دي. ليه الكلام ده؟ طب لان اي حد هيخش عندك على البروفايل بتاعك هيبقى عامل زي لينكد ان كده بالظبط، هيشوف ايه اللي موجود على البروفايل عندك والحاجات اللي انت بتعملها. تعالوا كده خلاص يعني تقريبا كده done. فده كده اللي احنا محتاجينه نعمله هنا. فهل ده برضو تمام مع الناس فاهمه انا بعمل ايه؟ ولا لو في حاجه محتاجين نعملها بطريقه مختلفه، عايزين نبص على حاجه مختلفه، يعني اي حاجه زي كده قولوا لي عادي، احنا كل ده مع بعض يعني بنحاول ايه نسبورت بعض. لو في اي حاجه مش في الحسبان او عايزين مثلا نعمل حاجه في ويب سايت معين حد عايز يبعته ونبص عليه، برضو كده كده يبعته وهنبص عليه واحنا ماشيين. لو في حد ما عايز يسال عن حاجه معينه نفلتر ازاي اي حاجه زي كده تقدر تسال برضو مفيش اي مشكله. نيجي هنا ده ريموت هاب. ريموت هاب ده جالي منه قبل كده 2 انترفيو بس انا كنت وقتها كنت بدور على شغل بارت تايم. في حد تقريبا عمل ريز لي هاند. محمود. انا اتفضل يا المره محمود. دي بقى. تمام ماشي. آه بص، في ويب سايت اسمه اي بام، دي شركه كوربريت، تمام. ليها فرع في بولندا، في مصريين كتير اعرفهم شغالين هناك. والشركه دي بتعمل ريلوكيشن، يعني ممكن تعمل لك ريلوكيشن من مصر لبولندا، بيدفعوا لك الفيزا، بيدفعوا لك كل حاجه، واول شهر في ليك في بولند، تمام. بتشتغل بس لازم تشتغل من بولندا. ده مثلا اوفر دلوقتي اللي عايزين سينيورايز ديفلوبر، وبس هيعمل لك سبونسرشيب للفيزا وكل حاجه. ده الموقع ده برضو دايما ممكن تبحثوا عنه عليه. حلو ده برضه وفي اهوت. ده الويب سايت اللي آه محمود بيتكلم عليه. بالظبط. في ويب سايت تاني برضو شركه كوربريت اسمها لوكسوفت، برضو بتعمل سبونسرشيب للفيزا، وبرضو في مصريين كتير اعرفهم شغالين في الشركة دي برضو. بس ده مش ريموت، ده لازم اكون انا مسافر لا، صح كده؟ لازم. هم بيعملوا لك الفيزا وكل حاجة، بس يعني معظم الوقت بيبقى ما ينفعش تشتغل ريموتلي، لازم تروح تسافر هناك. جميل، نخليهم برضه معانا ونبص عليهم. احنا كده كده اوريدي اللاست وان هو ريموت جوبس. احنا فاضل احنا لسه قدام نص ساعه، احنا ممكن نكمل برضه باقي الويب سايتس كده كده ونبص عليهم دلوقتي بعد ما نخلص. شكرا يا محمود. نعم. آه، نرجع تاني للويب سايت بتاعنا وبعد كده نرجع للويب سايتس اللي محمود اتكلم عنها. ريموت هاب دوت يعتبر ويب سايت جديد، يعني تقريبا ما بقالوش سنه حاجه زي كده. في الاول خالص اصلا في الويب سايت ده كان اللي بيفيريفاي البروفايل بتاعك كان السي تي او تقريبا اللي موجود هناك. ده لان انا اول ما الويب سايت اتعمل انا دخلت عملت عليه ريجستر. دوت انا جالي فيه 2 انترفيو بس الاثنين كانوا فول تايم، وانا وقتها كنت بدور على بارت تايم جوب وكانوا في الهند ما كانش في امريكا. فتعالوا كده نبص هنا. تعالى بقى نبدأ نفلتر الحاجة بتاعتنا.
عندنا فول تايم. ممكن برضو نبص على البارت تايم في كيس إن في حاجة موجودة. عايزين يبقى كل ريموت، مش عايزين كانتري معينة أو مش عايزين رينج معين للسالري. هنيجي كده نبدأ نبص. عندنا هنا AI Data Solutions. ماشي. عندنا هنا، لا دي إسرائيل ملناش دعوة بيها. م- م- م. من 5 ل10 بر اور. برضو لأ. فين ملناش دعوة احنا. ده كده احنا ملناش دعوة بالكلام ده، احنا عايزين نجيب الحاجات بتاعتنا. هنفلتر من هنا بإن احنا عايزين الموبايل. نشوف كده تاني. مفيش. تمام تمام. مش عايزين كل ده. نكتب سوفت وير. فول ستاك. سوفت وير. هل ده، طب ما تيجي كده نشوف حاجة زي كده. م- م- م. دوت مش ريموت. تعالوا نقفل دي. هو ريموت بس ما كانوش كاتبين، هو كاتبين ان هو يبقى لوكيتد. التيم اللي كنت بقول لكم عليها ان في بعض الاوقات بيبقى عايزك لوكيتد في المكان المعين اللي هو فيه، بس تبقى ريموت من هناك مفيش مشكله. تعالوا كده نشيل بارت تايم عشان ممكن تكون هي اللي عامله لنا مشاكل. هنا QA انجينير، دي في بولند وبرضه ريموت. انا والله عايز اعمل ابلاي على حاجه بس مش لاقي حتى الان حاجه. iOS. ده فول ستاك. تعالى كده iOS pushable، وعندنا هنا كل حاجة. ماشي، الحاجات دي كلها جميلة. طيب. هنا هيطلب مننا حاجة بقى، نشوف طالب مننا ايه. طالب مننا make sure that your profile is complete. ماشي. attachment resume. نروح رافعين السي في زي ما عملنا برضو من شوية. ونيجي هنا ناخد نفس الحاجة اللي احنا قايلينها، اللي احنا خدناها قبل كده، او تعتبر دي الكفر ليتر يعني اللي احنا بنضيفها، ونروح ضايفينها له هنا. مم. برضو يفضل ما يكونش فيه غلطات إملائية يعني. نعمل له سند للابلكيشن. تقريبا دي من الحاجات اللي انا كنت مقدم عليها قبل كده، فانا كنت مقدم على كل الكلام اللي تحت ده. ما تردش عليا فيهم برضه عشان اكون صريح، غير من 3، لا 4. 2 كنت ريجكتد، والاثنين التانيين كنت كلموني عادي ورحت الانترفيو، بس ما حصلش لان طيب. تعالوا نبص هنا برضو نفس الكلام زي ما بنعمل في كله. انا هنا مش الاول خالص بقول له ايه السكيلز اللي موجوده عندي، او ايه زي السمري كده بتبقى كاتبه في السي في. وبعد كده ببدا تحت اقول له الاكسبيرينس بتاعتي ايه بالترتيب. هاجي هنا اكون قايل له ايه السكيلز اللي موجوده عندي. اه طبعا معظمها iOS سوفت وير وكده. وبيفضل انت تكون حاطط ايمج. في بعض الويب سايتس بتفورس يو ان انت تحط ايمج، بيقول لك احنا مش عايزين كونتاكت مع ناس دامي بيبول، او مش فاكر كانوا بيقولوا بطريقه معينه يعني، مش فاكر بيقولوا ايه بالظبط. بس طبعا مش هيبقى حابب ان انت تابلاي من غير ما تكون حاطط صوره. فده كده ريموت مور. انا بصراحه انا مش يعني، هو في بعد كده 2 ويب سايت اللي اتكلم عليهم محمود. انا ما عنديش اكسبيرينس قبل كده، لان انا مش بريفير ان اسافر، عشان اكون صريح يعني.
انا عايز اشتغل ريموتلي. فعشان كده ما قدمتش في اي حاجه زي كده. الحاجه الوحيده اللي قدمت فيها زي كده وعملوا اوفر عليها اني اسافر، كانت شركه اسمها، برضه لو حد حابب يقدم عليها هكتب لكم اسمها في التشات. تقريبا ده اسمها ريفولت. ده دي شركة، شركه. ده بنك اونلاين في ده يوروب بنك هنا، اونلاين. مشهور انا عارف جدا. برضه. دي برضه عملوا عليا اوفر ان انا اسافر في بولندا. كنت اشتغل تبع الفرع بتاعهم في بولندا، بس انا مش حابب فكره السفر. فبرضه ممكن تلاقي فيه opportunities كويسه. ولو انت بتفت هيعملوا اوفر عليك وتسافر برضه عادي، مفيش مشكله. ده لو انت حد حابب يسافر مش حابب تشتغل ريموتلي، فممكن يفرق معاكم يعني. فدي برضو دولت انا مش يعني مش هعرف اقدم على حاجه فيهم، لان انا مش هيبقى في مصداقيه تماما لو قدمت على حاجه فيهم وانا مش عايز اسافر. فانا مش حابب اقدم على حاجه فيهم. بس كده كده محمود سايب لكم اللينكس هنا، وبرضو بعد ما نخلص كل دوت هيبقى كده كده. لو هرفع السيشن دي ان شاء الله على اليوتيوب، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن وهبعتها لكم على الديسكورد برضو at the same time. نيجي نشوف باقي الويب سايتس اللي كانت موجوده معانا. لحظه كده نشوف كله. عندنا ايه تاني؟ عندنا انديلا. انديلا يعتبر من وجهة نظري من اقوى الاماكن اللي ممكن تشتغل فيها اونلاين. انديلا كل اللي بتعمله، او هي في تريكايه معينه يعني، يفضل اللي انت تعملها لو عايز تبدا في البروسيس بتاعت انديلا. اول حاجه، في اكتر من حاجه يعني. اول حاجه، يفضل يكون عندك some experience في البروبلم سولفنج، لان هم كده كده بيدوك exam problem solving او 3 problems او 2 problems بتشتغل عليهم. فلازم يكون عندك experience ولا بسيطه في problem solving. دي الستبس اللي كانوا ماشيين عليها قبل كده. ما اعرفش هم غيروها دلوقتي ولا لا. برضه لو حد عمل ابلاي مؤخرا يقدر يعرفنا. فبس اللي اعرفه ان لازم يبقى فيه بروبلم سيت، في ان انت يبقى فيه بروبلم بتحلها كبروبلم سولفنج. دي اول حاجه. تاني حاجه، اصلا انت ما بتوصلش بروبلم سولفنج دي على طول غير لو انت قلت لهم في الفورم وانت بتقدم اللي انت بلس 3 years from experience. يعني لو كتبت لهم 2 years مش هتلاقيهم بعتوا لك اي اكزام. دي حاجه انا جربتها شخصيا. عملت ابلاي النهارده، كتبت لهم 2 years، محدش بعت لي حاجه. عملت ابلاي بعديها بشهر، كتبت لهم 3 years، بعتوا لي الاكزام بتاع بروبلم سولفنج وقعدت احله. فعشان برضو دي تريكايه ممكن تفرق مع حد شويه، ان هو يعني انت مثلا لو سنتين ونص ما تكتبلهمش سنتين ونص، تكتب لهم ثلاثه. ما تكتبلهمش سنتين، تكتب لهم ثلاثه. مش بقول لك اكذب يعني، بقول لك لو انت قريب للعدد السنين ده. وفي نفس الوقت عشان لو ما ردوش عليك تبقى عارف هم ما بيردوش ليه. هم بيدوروا على حد 3 years فيما فوق. فدي برضو حاجه تانيه. انديلا هو برضو باختصار شديد هو ايه؟ ده ويب سايت بيديك الافيلابيلتي اللي انت زي ما تكون شغال معاهم، وبيبدا يديك بقى الفرصه انت من جوه تقدم على شركات تانية بتدور على ناس ريموت. بس ما بيخليش الشركات دي افيلابل ليك لحد ما انت تخش وتابلاي وتعدي من البروسيس بتاعتهم هم اصلا كفلتريشن. هي الانترفيو، بيبقى في تكنيكال انترفيو، وبيبقى في بروبلم سولفنج اكزام، وبيبقى في سكريننج اصلا في الاول بيكلمك بيعرف منك الدنيا كلها فيها ايه اند سو اون. فده باختصار شديد اللي بيحصل معاهم. انا تقريبا كنت عامل ساين ان عشان جالي قبل كده الاكزام زي ما بقول لكم. والله ما فاكر اي حاجه. جميل. خليني ابقى لوجين مره تانية. بس هو عموما ده نفس الموضوع زي ما قلنا. هو انت كده كده بتابلاي، بس اهم حاجه تكتب 3 years. لحظه كده، عشان ايه؟ existing users. ثواني، يبقى انا كنت عامل لوجين بايميل تاني. I think دوت برضو. لا، يبقى انا مش فاكر الايميل اللي انا كنت عامل بيه لوجين. ماشي، احنا هنتعب دماغنا ليه؟ ثواني نسرش على انديلا ونشوف. م- م- م.
انتوا ازاي بعتلي ميل على الايميل ده وازاي مش موجود؟ غريبة بصراحة، غريبة. لا، دي عشان اكون صريح انا مش عارف ايه ده. انا عندي في الريسيفد بس حوالي 30 ميل منهم اصلا، فمش عارف ازاي الايميل مش موجود وبيجي لي عليه نوتيفيكيشن. فدي ممكن ابقى ابص عليها وابقى ابعت لكم سكرين شوت بالشكل النهائي يعني. بس ليه لا؟ طب ما تيجي طالما الايميل مش موجود نخليه موجود. ادينا برضو بنبص عليها مع بعض وبنشوف ازاي نقدر. اهو مع بعضينا ده هيبقى افضل شوية. لو حد لسه ما عندوش خبرة ممكن يبدأ ريموتلي ازاي؟ دنيا بتسأل في الشات السؤال ده. بصي، هو الحوار يعني قد يبدو مش عارف هو ممكن يبقى سهل ولا لا. بس هو انت الاول بتحاولي تجيبي خبرة سواء من انترن او بتشتغلي سنة مثلا على سبيل المثال في مصر او في اي بلد تانية. وبناء على الخبرة دي بتبدأي بقى تقدمي في شركات بره. لان هو في شركات بره ما شفتش قبل كده شركة بتطلب حد جونيور او فريش. لا، هو بيطلب حد معدي السنتين خبرة، عشان اكون صريح. ممكن شركات زي انديلا او حاجات زي كده لو انت عندك بروبلم سولفينج. مش لازم انديلا، ممكن حاجه زي تورينج او توبيتال. بس توبيتال بيكونوا يعني عنيفين شويه في الانجليش، عنيفين شويتين يعني. يعني انا كده كده كنت دخلت في كذا انترفيو انجلش والانجليش كويس. دخلت مع واحده في توبيتال انجلش انترفيو، ما رضيوش يعني، قالوا لي لا الانجليش مش كويس. فتوبيتال يعني بيحتاجوا حد انجليش بتاعه تقريبا فلوينت. فدي اول حاجه بالنسبه للتوبيتال. في تورينج تقريبا، تورينج اسمه تورينج تقريبا. ثواني كده. بالظبط، تورينج دوت ويب سايت. ده برضو محتاج شخص يكون كويس شويه كبروبلم سولفينج، وممكن عادي تعملي ابلاي من خلاله حتى لو انت في الاول. ده هيفرق شويه بالنسبه لنا، بس برضو لازم يكون حد عنده بروبلم سولفينج قويه. من الاخر كده، لو انت مش قوي في التك ستاك بيبقى يفضل ان انت معاك بروبلم سولفينج سكيل قويه شويه. كده كده تفضل تبقى معاك في اي حاله من الاحوال، بس انت في حاجه بتشيل حاجه. وده دليل ان في بعض الناس بيكون لسه فريش جرادويت وما شاء الله بيشتغلوا في شركات كبيره زي ممكن توصل لجوجل وميتا والكلام ده كله. بس بيبقى عندهم حته البروبلم سولفنج سكيل قويه شويه. دي برضو عشان نبقى عارفين مع بعض الموضوع ماشي ازاي يعني، او لو انا في الاول خالص ممكن تفرق معايا ازاي. هنا دوت كده. ماشي، قال لي هيبعت لي ميل بالنكست ستيبس. نستنى الايميل بتاعهم. وطبعا كده كده في كل الويب سايتس اللي فاتت انا ببقى عامل اكتيفيشن للاليرت بتاعي. ببقى عامل اكتيفيشن. هو في ريموت انترنشيب يا باهر، بس بتبقى unpaid تقريبا. باهر بيسأل هل في امكانيه الواحد يلاقي ريموت انترنشيب. بس ساعات كتير جدا بتبقى unpaid. يعني على سبيل المثال أنا كنت لسه بكلم حد من على لينكد ان برضو. هو كان برضو لسه في الاول وكان عايز انترنشيب. جات له انترنشيب شركه معروفه والله على لينكد ان، بس انا مش فاكرها. مش فاكر اسمها ايه، لو حد فاكر يقدر يقول. في ثواني ذا سبارك فاونديشن. ايوه هي دي، ذا سبارك اه فاونديشن. فدي ناس كتير قوي بتبدا فيها كانترنشيب، وشفت كذا حد برضو ما شاء الله بدا فيها كانترنشيب. بعد كده ربنا رزقه على طول بشغل وكان بره. يعني على ده برضو شفتها.
فممكن تستارت في حاجه زي كده عادي، وهتلاقي ناس كتير جدا برضه على لينكد ان بتتكلم في النقطه دي، اللي انت في الاول مش لازم يكون الموضوع بفلوس، ممكن تخش عادي انترنشيب فور فري، بس دي هتفرق معاك وهتديك دفعه قدام شويه اللي انت تلاقي شغل في اماكن تانيه. ومن حلاوه ذا سبارك فاونديشن ان في ناس كتير بعد الانترنشيب بتشتغل معاهم دايركتلي فول تايم، فيبقى انت كده لعبت على الناحيتين، انا بحسن من خبرتي وفي نفس الوقت انا اشتغلت مع شركه بره مصر وبفلوس وبسالري كويس، ايا كان بقى السالري رينج، السالري هيبقى عامل ازاي فيها، انا ما اعرفش الرينجز فيها عامله ازاي. والله هو انديلا بيقول ان في انجلش اكزام، فلا هم كده غيروا البروسيس تقريبا، لان في الاول في انديلا الموضوع ما كانش ماشي كده. الشكر لله يا باشا. في انديلا في الاول الموضوع ما كانش ماشي كده، فممكن يكون غيروا البروسيس. في الاول انت كنت عادي، انا كنت بخش كنت عامل لوجن، بفضل عادي خالص فاتح الويب سايت وبلاقي جوبز فيه وبقدم عليهم، بس لما باجي اقدم عليهم بيقول لي ان هيبقى فيه انترفيو، بيبقى فيه بقى شويه حاجات في الانترفيو دوت الاول. فباللي انا شايفه كده حاليا لا، هو كده الموضوع اتغير. في دلوقتي بعت لي ان في اسسمنت انجلش، فلا يعني خلينا كده ايه اندلة قدام شويه. ممكن نعمل ايه، ممكن نيجي هنا كده نفتح انكوجنيتو تاب ونشوف بقى انجيلا دوت كو ده جوبز. هنا دوت الستبس فيه كتيره شويتين ثلاثه، يعني هي دي الفكره. فتعالى، مش فاكر انا كنت عامل لوجن، انا مش عامل لوجن هنا اصلا. تعالى كده نعمل لوجن. دوت ليه اصلا تحديدا حطيت ده، لان ده انا جربته من حوالي اسبوعين تقريبا، وبمجرد ما جربته انا جالي انترفيو على طول فيه. فحسيت ان هو ويب سايت كويس ان الناس تقدم فيه حاليا، بحيث ان ممكن يجي لك فرصة فيه. ده فعلا لسه عمله من اسبوعين تقريبا، وقدمت على كذا حاجة، اتنين منهم تقريبا ريجكتد. تعالوا كده نبص حتى على الفايل، مش هنا، فين الجوبس، الابلايد، يعني not accepted not accepted، الباقي لسه بيندنج، وديت accepted. فديت جالي فيها اوريدي انترفيو. انا برضو انا بلعب على ايه هنا، حلاوه الويب سايت في انجل دوت كو، ده بيديك الاوبورتيونيتي اللي انت أم، تبعت مسج للريكروتر لو مثلا مش ينفع تابلاي على الجوب دي. فانا بعت مسج قلت له انا عايز ابلاي على الجوب دي، ودي الريكويرمنت ودي السكيلز اللي معايا والكلام ده كله. فهو لقيت اللي بيرد عليا برضو حد تقريبا ليدر هناك او حاجه زي كده، وراح قال لي خلاص مفيش مشكله ونسكادول انترفيو. فدي من الحاجات الكويسه برضو فيها. تعالوا برضو نشوف كده ايه الحاجات او ايه اصلا البروفايل بتاعنا المفروض يبقى فيه ايه عشان اصلا اقدر اقدم. اول حاجه بيكون عندك زي ما احنا متعودين البروفايل بتاعك، اللي انت بتدور عليه واللي انت بتعمله والكلام ده كله. تاني حاجه الكارير بتاعك، الحاجات اللي انت بتعملها حاليا، الشغل ايه، الاكسبيرينس بتاعتك، كل حاجه انت بتكون كاتبها. وزي ما قلت لكم مهما كانت الحاجه بسيطه اكتبها. بعد كده هنا تحت بتضيف السكيلز، وبعد كده بتضيف الاكسبكتد سالاري. الاكسبكتد سالاري بتضيفه انيوالي مش بتضيفه مونثلي. فانت لو عايز تاخد $4000 في الشهر هتقول لهم $48000 في السنه. الرول هو اي او اس. انا بدور على ايه، انا بدور على حاجات ريموت اونلي. انا المكان بتاعي بقول له ايجيبت، طبعا مش بنحور في اي حاجه، يعني بقول له كل حاجه صراحه. والتك ستاك بتاعي في سويفت، وانا مش تفرق بالنسبه لي الكومباني سايز عامل ازاي، فقلت له انا معاك في كل الكومباني سايز اللي موجوده. هنا برضو بيقول يعني اللي انت عايزه ايه، اللي انا عادي انا اقدر اعمل منتورشيب، ان انا بدور على فليكسبل ريموت ورك بوليسي، بدور على بروجريشن في المانجمنت، بدور ان انا يبقى في برودكتس اقدر ابنيها. الحاجات دي بتفرق، ممكن قد تبدو تافهه بالنسبه لنا ساعات، لكن بتفرق لاي ريكروتر بيبص على السي في بتاعك او بيبص على البروفايل بتاعك، خصوصا لو من بره مصر. وبعد كده باجي هنا في البروفايل بكتب له كل حاجه اللي عندي،
اللي هو ده هنا لو عايز تقلت على اي حاجه بضيف له هنا طبعا السي في، يفضل اللاست ابديتد سي في تكون عامل فيه او ضايف فيه كل حاجه اللي احنا قلناه ده كله، ده اللي تنفع تعدله من هنا. المفروض اصلا كده كده لما بتيجي تلوجن بتدخل الكلام ده كله. انا بقول له ان انا مستعد للانترفيو على طول، بقول له ان انا بدور على فول تايم، وبرده لو في كونتراكت ما عنديش مشكله، ممكن يكون 6 شهور مش لازم انيوالي. بقول له ان انا بدور على الشغل الريموت، وبقول له بقى الحاجات المناسبه بالنسبه لي هنا عامله ازاي. دول برضو نفس الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها مع بعض، فانا بقول له ايه المناسب معايا وايه اللي مش مناسب معايا. فده كده كل حاجه بالنسبه لانجل دوت كو. انا من وجهه نظري حاليا انا ما فيش ويب سايت عملته ودخلت قدمت عليه من اول وجالي على طول في انترفيو. فده بالنسبه لي كان دفعه حلوه شويه ان انا تخليني اضيفه اصلا واتكلم مع الناس عليه. فده برضو هيفرق جدا جدا مع الناس. ولو حد او اي حد جرب يعمل عليه اكونت وعنده اي ايشو يقدر يبعت لي كده كده على لينكد ان، وتسهل الموضوع مع بعض. نخش ميتنج كده 10 دقايق ولا حاجه نشوف ايه المشكله وانت بتعمل الاكونت بتاعك على الويب سايت. ده في اي ويب سايت من اللي احنا اتكلمنا عليهم يعني. كده اي ثينك ما فاضلش غير ان احنا نبص كده بصه سريعا على لينكد ان. تعالى كده برضو نشوف الويب سايتس اللي احنا كنا قايلين عليها. في تورينج لسه، نشوف تورينج غيروا البروسيس بتاعتهم زي انديلا ولا لسه زي ما هم. تعالى كده نعمل لوجن. انا قلت جوجل مش فيسبوك. in private mode or it's been cancelled. to be honest برضه انا مش فاكر الباسورد. ده same issue. ماشي. هيجي لنا ايميل نبص كده عليه سريعا ونشوف مع بعض. الحمد لله ده طلع شغال عادي مفيش فيه اي مشكلة. ماشي. نيجي بقى نلوجن هنا. تورينج ماشي. سوري. تورينج ماشي بنفس النظام بتاع انديلا، اللي انت برضو الاول بتحط البيزك انفورميشن بتاعتك، بعد كده بتخش على الاسسمنت. انا بصراحه ما كملش البروسيس بتاعته عشان اكون صريح. وبعد كده وانس اللي انت عملت الاسسمنت بتاعه، بعد كده بتخش بقى على اللي انت تعمل يجي لك هايرنج. البروفايل كومبليشن ده انت مش بتضيف اي حاجه غير انت بتكمل الداتا بتاعتك. فهي الفكره كلها في كده. في هنا التشالنجز هتلاقي شويه تشالنجز تقريبا. تمبلت كود سبميت تشالنج. ده بيبقى كودنج تشالنج، بيبقى مدته نص ساعه. بيديك تقريبا برضو بروبلم سيت بتبقى واحده بس، وانت بتبدا تشتغل عليها وبتبدا تحلها. وانس اتس دان تبدا بقى تكمل البروسيس معاهم عادي خالص. تورينج هو زي ما قلت لكم نفس البروسيس. تورينج انديلا توبيتال الثلاثه بيعملوا نفس الحاجه، بتعدي على نفس الستبس تقريبا في نفس كل حاجه. وبعد كده في الاخر خالص بيبدا زي ما يكون بيعمل لك كونتاكت مع شركات، الشركات دي عايزه تهاير ناس ريموتلي. ده فكره تورينج برضو. اخر حاجه الا وهي لينكد ان. لينكد ان بالنسبه لي انا ودي وجهه نظري الشخصيه والله اعلم من اهم الحاجات اللي انت ممكن يجي لك من خلالها اصلا شغل. لان لينكد ان اصلا بيجي لك كده كده الحاجه اللي بتجي لك
ممكن انت اللي يتبعت لك، مش انت اللي بتبعت او مش انت اللي بتابلاي. فدي من الحاجات الكويسه جدا. يعني أنا الحمد لله انا الشغل اللي قدمت عليه كله ما كانش بيجي لي اصلا منهم غير واحد او اتنين انترفيو. الحاجات اللي اتقبلت فيها اصلا كانوا هم الناس اللي باعتين لي على لينكد ان. فالفكره في كده. فالفكره انت بتحاول تحسن من نفسك. انا ثانيه واحده انا هوريكم اصلا المسجز اللي جايه لي او الايميلز اللي جايه لي بالفلترز اللي انا عاملها من لينكد ان. ثواني كده اجيب لكم السكرين دي هنا. دي كده جنب لينكد ان في الاخر خالص. يعني انا اصلا دلوقتي انا ما بقتش اخش سيرش على جوبس في لينكد ان. انا بقى بيجي لي هنا ايه، بقى بيجي لي هنا مثلا اكتر من حاجه بيقول لي اللي فيها ايه. يعني ثواني كده نبص مثلا هنا، او مثلا حاجه زي كده على سبيل المثال. ده انا ما عملتش اي حاجه، ده هو انا كنت عامل اكتيفيشن للاليرت اللي بيجيب لي الشغل الريموت اللي موجود في امريكا، بدا يجيب لي الحاجات دي. تعالوا كده نبص تاني هنا مثلا. مم، تعالى كده نسرش هنا على توب opportunities for iOS developer. هتلاقي كل اللي جاي لي شركات ريموتلي. يعني مثلا ممكن نروح هنا، دي خلاص ده الكلام ده بقاله كتير جدا. يعني هنا ده من يوم 3 يناير، احنا النهارده 7، فده بقى له 4 ايام. ممكن مثلا نبص على حاجة زي كده، وممكن نابلاي عادي من خلال الويب سايت بتاعها، مفيش أي مشكلة. فحلاوة الموضوع هنا اللي احنا بقى ازاي، أنا كنت نازل كده برضه فيديو، بس برضه تعالوا نبص مع بعض ازاي أصلا أقدر أعمل ابلاي أو ازاي أقدر أعمل فلترز معينة اللي أنا عايزها. أنا باجي هنا في السيرش على كده الأول إيه، نخش كده مش على هنا، نخش هي الجوبس. نيجي بعد كده نقول له عندنا هنا iOS developer. بعد كده ابدا اخش بقى الادفانسد فلتر. عندي بقى كل حاجه انا محتاجها. انا بدات اعمل ايه، انا والله في حد يعني مشكور من زمايلي اداني شويه ستيتس موجوده في امريكا. قال لي ان معظم الستيتس دي بتبقى الى حد ما بعيده شويه، فدايما بيطلبوا فيها ناس ريموت. انا منهم يعني برضه هبعت لكم اسماء الستيتس ديت. ثواني نجرب كده اشوف، انا واثق ان انا هلاقيها، انا كنت كاتبها عندي همت. وبرضه كده كده ابعته لكم على ديسكورد وهضيفهم برضه عندنا. على سبيل المثال في واحدة منهم اسمها اوتا. تعالى كده مثلا نعمل هنا اوتا يونايتد ستيت. جميل. انا بدور على ايه، انا بدور على شغل يكون ريموت. وريني كده الشغل اللي بيكون ريموت. انا مش تفرق بالنسبه لي اي حاجه من الباقي دول، لان انا كده كده اهم حاجه بالنسبه لي الشغل بس يكون ريموتلي ليس الا. هتلاقي بقى حاجات كتير. دايس ده اصلا ويب سايت، يعني احنا لو جينا دخلنا عملنا كده وهتيجي تقول له ابلاي، يفتح لك الويب سايت اللي اسمه دايس اللي انت اصلا من خلاله تقدر تعمل ابلاي. على من كتر ما هرست انا حفظت الحاجات دي. فانت هنا هتلاقي كده في شويه برضو opportunities. انا عملت من عليه قبل كده ابلاي بس ما حسيتوش عشان اكون صريح. بس برضو احنا كده معانا حاجه تانية ممكن نبص عليها. هل الوظائف اللي جنبها اسم البلد دي عادي ان احنا نقدم فيها ولا لازم نكون هناك، وازاي اعرف ممكن اقدم عادي؟ بص انا بقدم طالما مش مكتوب في الجوب ديسكريبشن صراحه اللي هو محتاج الشخص ده يكون سيتيزن هناك. ده اللي انا بعمله. يعني مثلا تعالى كده في دي هنا كده هتلاقي في الريكويرمنتس تقريبا.
stuff you have done. ماشي. excellent knowledge. هنا بص تقريبا هي دي working in relationship with cross-functional team members and business partners on site and remotely. on site and remotely دي كده هنا دي كده معناها ان لا، ان انت كده دي لازم تبقى موجود هناك. ده على سبيل المثال. وانا مش فاهم السؤال يا دنيا، حضرتك تعرف حد وضع يعني حد يضايف ريموت جوبس ده ساينس؟ احنا ممكن نعمل كده داتا ساينتست لو ده قصدك يعني، بس مش عارف هنلاقي حاجة ولا لا. machine learning data scientist. بس تقريبا ده لو بنك هيبقى صعب ان انت تشتغل ريموت، تقريبا برضه لازم من هناك. فنرجع تاني لنفس اللي احنا كنا بنعمله، ان في بعض الستيتس حالة التقديم السهل فرصته مختلفة عن التقديم العادي. بص انا بالنسبه لي انا بقدم في الناحيتين، انا مش تفرق، بس انا بحس طالما انت بتقدم على الويب سايت بتاع الشركه بيكون فيه اهتمام اكتر من لينكد ان. فبالعكس انا بحس ان التقديم من خلال ويب سايت الشركه بيبقى افضل من ان انا اقدم من ايزي ابلاي اللي بتبقى موجوده على لينكد ان، لان الشركه برضو في الاول وفي الاخر بتهتم اكتر بالداتا اللي جايه لها ثرو الويب سايت بتاعها مور ذان الداتا اللي جايه لها من لينكد ان. ودي برضو وجهه نظري الشخصيه، ممكن يكون حد تاني. انا بحس ان في مصر اللي بيحصل العكس، ان في مصر بيكونوا مهتمين اكتر بالتقديم من خلال لينكد ان اكتر من كونهم، او في البلاد العربيه يعني اكتر من كونهم مهتمين بالتقديم من على خلال الويب سايت بتاعهم، لان اصلا في كده بعض الشركات في مصر ما بيكونش عندها ويب سايت. خلينا برضو متفقين على حاجه زي كده. يعني ديت اصلا هتكون ثرو الويب سايت. انا ما عنديش مشكله تماما ان انا ممكن اعمل ابلاي وانا معاكم دلوقتي على ديت ونشوف اللي هيحصل ايه. انا كده كده ما فيش مشكله خالص ان احنا نعمل ابلاي. الستيت بقى يعني بص حاجه زي كده، ده كده بيقول لك ان ده كده انت لازم تكون قاعد هناك. اكتب لهم ايجيبت. تمام، هو عايز لينكد ان بتاعنا، هنحط له اللينك بتاع لينكد ان. ذاتس ات. فهي الفكره كلها في كده. انا معاك ان هي مش بالسهوله دي، وان انا اكيد مش لما اقدم هلاقي الدنيا جميله ووردي والكلام ده كله. بس زي ما قلنا قبل كده احنا فكره الموضوع كله معتمد ان انا هقدم على قد ايه. هقدم على 10 15 فرصه، 100 فرصه، لو جات لك واحده منهم ده اللي انت محتاجه. الفكره كلها في كده. تعالى برضو نشوف حاجه زي كده. انا في حاجه تانية بعملها برضو بحس ان هي يعني افضل شويه، ان انا بخش على الشخص اللي عامل الجوب ديت واعمل له كونكت، يعني حتى لو مش هابلاي عليها. يعني انا ممكن اعمل كده، اروح جاي كده من هنا ونقول كونكت. ذاتس ات. طب ليه انا بعمل حاجه زي دي؟ لان دي بالنسبه لي طبعا بغض النظر اللي هي بتزود الكوميونيكيشنز بتاعتي مع ناس بره مصر، وبرضه في نفس الوقت الشخص دوت لما يجي ينزل جوب اوريدي هيشيرها عنده اصلا على البروفايل. حتى لو ما جاتليش من ضمن الجوب اليرت اللي عندي، لا هي اوريدي هتجي لي بعد كده ان هو من خلال الشخص ده. فمجرد ما افتح لينكد ان هلاقيها ظاهره عندي. فدي برضو من الحاجات اللي ممكن تكون بتفرق شويه بالنسبه لاي شخص. دي مثلا برضو جوب تانية ممكن اقدم عليها. انا مقدم على كليفر تيك دي عشان يعني صريح جدا لو معاكم مقدم عليها. فهي عادي جدا اللي انت تشوف الحاجه المناسبه معاك ايه وتقدم عليها. وقدم كتير، انت كده كده في الاول وفي الاخر مش خسران حاجه طالما انت بتميت الريكويرمنتس بتاعت الجوب ديت.
جميل. وناخد بالنا من حاجه، هو مش معنى اللي هو مش كاتب لك سينيور هنا ان هي مثلا بلس 1 يير، لا هي ممكن هنا تكون مثلا بلس 5 ييرز. زي ممكن مثلا لو عملنا كده هتلاقي مثلا هنا هتلاقي كاتب لك بلس 5 ييرز، بس هو كاتب لك اي اس بس، عشان ما حدش يقول انا قدمت وانا كنت فاكر اللي هو بلس 5 ان هو عشان مش كاتب سينيور، فلا عادي بالنسبه لهم بره ما فيش الكلام ده. زي ما قلنا احنا جاستن كونكت، انت كده كده في الاول وفي الاخر انت مش خسران حاجه، انت بتعلي الكوميونيكيشنز بتاعتك. ده الكلام ده انا كنت شارحه برضه قبل كده ديتيلز في فيديو برضه، لو حد حابب يشوفها هتبقى موجوده على الشانل بتاعت اليوتيوب. يعني اتمنى تكون السيشن بتاعت النهارده كانت لطيفه شويه، او الميتنج ده كان لطيف شويه على الناس. يعني اتمنى يكون في فرص اكتر للناس دلوقتي، او الناس فتحت دماغها على مواقع اكتر. لو حد عنده سؤال بقى تقدروا تقولوه. احنا تقريبا يعني قعدنا ساعه بالظبط، فده شيء كويس. ريسورسز كويسه. هو انا بصي هي هتبقى مختلفه بس مفيش مشكله. بس يعني منى بتقترح ان احنا ان شاء الله سيشن من السيشنز اللي جايه تبقى عن الريسورسز لحاجات زي الاو بي، solid principles, design patterns and get and so on. هو ده شيء كويس. بس يعني وحلاوه ماشي، بس مش تبقى from me، يعني هتبقى بقى اللي احنا كلنا بنشير الريسورسز دي مع بعض وكل واحد يقدر يشيرها مع بعضيها. بس دي تقدر اصلا تبقى كده كده من خلال الديسكورد تشانل. مش لازم نعملها على سبيل المثال مثلا على في سيشن او حاجه زي كده، الا لو انت قصدك ان حد يشرح، دي وقتها تبقى حاجه تانيه. وكده كده برضه يعني ممكن نعمل الاقتراحات دي تبقى على التشانل مع بعضينا على الديسكورد، ونقدر نتناقش في حاجات زي كده مع بعض ونشوف ايه اللي جاي هيبين. الشكر لله يا دنيا. الشكر لله يا احمد. حد عنده سؤال او برضه اقتراحات تانية؟ يعني انا كده كده كنت السيشن اللي جاي كنت هعملها بعنوان كده مختلف برضه، هبقول لكم عليه ان شاء الله كمان كام يوم كده، بس اكون مرتب الدنيا يعني واقول لكم عليه. وبرضه هنكون محددينها هتبقى جمعة او سبت، وهنكون محددينها ان شاء الله مع بعض. جميل. يعني مفيش اي حد عنده اسئلة؟ وقف ريكوردينج. معظم الشركات شغالة ده سؤال، أنا مش عارف يا رانيا ده سؤال ولا إيه ده بالظبط؟ ماشي. هو الشركات كتير، لا الشركات كتير بتبقى عادي، بتبقى حاطة اليو اي تيستنج في الحسبان. ما اعرفش هل كله بيعمل له امبلمنتيشن ولا لا، بس الشركات الكبيرة بتكون عاملة يو اي تيستنج. ودي بتختلف على حجم الكومباني، مش على حاجة معينة. يعني في شركات كتير لا ما بتعتمدش حاجة زي كده، في شركات كتير أصلا بتطلع الابلكيشن بتاعها من غير تيستنج نهائيا، ولا يونت تيستنج ولا يو اي تيستنج. فهي بتعتمد على الشركة أو حجم الشركة اللي أنت شغالة فيها أكتر من الموضوع، من اللي هي هل ده عموما توبيك أو حاجة موجودة إن جنرال ولا لأ. الشكر لله. أي أسئلة تانية يا شباب؟ لا طب تمام يا حد باشمهندس، عنده شكرا. ريكومنديشن لحاجة نعملها بطريقة أفضل، ولا لأ كده الموضوع كان كويس بالنسبة لكم؟ لا كان الموضوع كويس. ماشي. جميل. خلاص حلو جدا. احنا نقدر دلوقتي نستوب ريكوردينج. شيرنج.